عسلامتكم، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم جيتكم بوصفة بنينة برشا وحويجة حلوة، ونعرفكم ياسر تحبوا لي جاتو ويكونوا وصفات سهلين وبساط. وعلى هذاك اليوم حبيت نعمل لكم وصفة غولاء وكافيه بالنسبة للعباد اللي تحب القهوة، باش تعجبكم الوصفة هذه ياسر. وكان تحبوا على الوصفة والطريقة اقعدوا معايا لآخر فيديو، وما تنساوش باش تحطوا لي جيم كومنتير وتبارتاجيو الفيديو، وتتابعوني على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب. باش نحضر لو بسكوي غولي وكيلت المكونات الكل بالمغرفة باش سهلت عليكم الوصفة. اول حاجة عملتها فصلت الابيض على الاصفر متاع العظم، خذيت 5 كعبات عظم يكونوا متوسطين الحجم، وباش نطلع الابيض متاع العظم مع رشة ملح. باش تعرفوا الابيض متاع العظم متاعكم طلع بالكدا يولي لونه ابيض، وكي تقلب الصحفة ما يتقلبش. من بعديكا باش نخلط 5 كعبات الأصفر متاع العظم مع 10 مغارف كبار سكر وشوية متاع الفانيلي كي تنجمو تعوضوها بساشي سكر فاني، ونخلطهم مع بعضهم. نزيد عليهم 7 مغارف كبار زيت و10 مغارف كبار حليب، ونخلطهم مرة أخرى مع بعضهم. لهنايكا باش نغربل المكونات الجافة باش نحط 6 مغارف كبار فرينة، مغرفة كبيرة كاكاو، ومغرفة صغيرة خميرة، ومن بعديكا باش نخلطهم الكل مع بعضهم. في المرحلة هذية باش نزيد الأبيض متاع العظم اللي طلعته وباش نحطه على مرتين، ونبدأ نخلط بسباتشول من الفوق لتحت كيما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. خذيت بلاتو حطيت فيه بابي كويسون وباش نصب فيه الخليط اللي حضرته، ونستويها بالكدا هكايا من الفوق بسباتشول، ونهز نطيبها 20 دقيقة على 180 درجة. وهذايا لو بسكوي بعد ما طاب نخليه يبرد شوية، ومن بعديكا نحيه من البابي كويسون. وهذايا لي بسكوي بعد ما طاب جاني خفيف ما شاء الله. تويكا باش نحضروا لا شانتيي، لهنا خديت 200 غرام بودرة الشانتيي وباش نطلعها مع 200 مليلتر متاع القهوة. بالنسبة القهوة طيبتها في الكافتشير وبعديكا خليتها بردت بالكدا. كان مش متوفر عندكم الميزان اللي باش تكيلوا بيه، تحطوا بودرة الشانتيي نفسها الكونتيتي متاع القهوة، يعني تاخذوا كيس متاع بودرة الشانتيي هو بيدو كيس متاع القهوة. ولهنايكا اختياري، انا زدت حطيت شويه بيبيت دو شوكولا، كان ما تحبوش تحطوا ما تحطوش. وهذايا القوام تاع لا كريم شانتيي اللي تحصلت عليها. بعد ما يبرد لو بسكوي لهنا باش نصب عليه شويه قهوه من الفوق. صبيت لا كريم شانتيي اللي طلعتها بالقهوه فوق لو بسكوي، وباش نحلها بالكدا هكايا من الجناب الكل كيما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. ومن بعديكا باش نروليها بشويه والبابي كويسون باش يعاوني باش ندورها كيما قاعدين تشاهدوا لهنا. وباش نحطها في الكونجيلاتور مدة ساعة لين تشد روحها بالكدا قبل ما نحط لها الجلاساج متاع الشوكولا. بعد ساعة خرجتها من الكونجيلاتور، خديت 150 غرام شوكولا ذوبتها وزدت لها 3 مغارف كبار زيت نخلطهم مع بعضهم، ومن بعديك نصبها من الفوق. نخلي الشوكولا تشيح ومن بعديك نزينها من الفوق بالشوكولا كيما قاعدين تشاهدوا لهنا. وهذه كانت وصفتي لليوم، وصفة سهلة وبسيطة وبنينة برشا، واللي جرب الوصفة يقول لي رايه في الكومنتات.